تعرف مجانس؟ اه طبعا عارف. طب اسمه ايه؟ اسمه مش تقريبا اسمه كان اللي هو عفركوش ده؟ ايوه بقى اسمه الحقيقي ايه؟ مش عارف والله. يبقى اتفرج على الفيديو ده عشان الفيديو ده بعنوان ممثلين نعرفهم لكن ما نعرفش اسمه. اول واحد مجانس او عفركوش او حنظلة. اسمه الحقيقي محمود فرج، وهو يبقى عم الكابتن ممدوح فرج، من مواليد 22 يناير 1933. بدأ حياته كرياضي، ثم اتجه إلى العالم الفن والسينما، وبطبيعة شكله وجسمه الضخم كان بيجسد دور الشرير على عكس طبيعته خالص. وده اللي أكده الجميع اللي مثلوا اللي معاه، ومعاه قالوا إنه شخص بريء جدا وفكاهي، خاصة الفنان إسماعيل ياسين أكد بكده برضه مع عدة أعماله اللي عملهم سوا، زي طبعا فيلم إسماعيل ياسين في الجيش، وإسماعيل ياسين في البوليس الحربي، وغيرهم كتير. محمود فرج عانى كتير مع مرضه اللي هو مرض السكر، لدرجة إن هو فقد أحد رجليه وساءت بيه الحالة الصحية، وتوفى يوم 5 يوليو 2009 عن عمر 76 سنة. عبد الغني النجدي مواليد 6 ديسمبر 1915. رغم قلة مشاهده اللي بيطلع فيها قدام شاشة التلفزيون، إلا إنه قدر يحط بصمة في تاريخ السينما المصرية. اتولد عبد الغني النجدي بمركز الجناين بمحافظة أسيوط، وكان معظم أدواره يا إما بواب يا إما خدام أو عسكري. إلا رغم كده كان موهوب جدا في التأليف والكوميديا. طب تعرف إن هو اللي مؤلف فيلم أجازة بالعافية سنة 1966 في بطولة فؤاد مهندس ومحمد عوض؟ وكان بيبيع النكت بتاعته لنجوم الكوميديا زي إسماعيل ياسين ومحمود شكوكو، وكان حاطط لها تسعيرة كمان. بس هو كان بعيد عن الأضواء، بيحب يفضل دايما في الظل. ناصر سيف. ناصر سيف من مواليد 8 فبراير 1933. اتخرج من كلية آداب واشتغل في شركة كهرباء محصل فواتير، وتم اكتشافه على يد المخرج نيازي مصطفى. وأول فيلم يطلع فيه كان فيلم عنتر يغزو الصحراء سنة 1960 بطولة فريد شوقي وناهد شريف. بعد كده بدأ بأعمال الدور رجل العصابة والبودي جارد بطبيعة شكله وحجمه ومنظره. كان اللي بيميز ناصر سيف عن باقي إنه بجانب الشدة والعنف فيه شوية كوميديا كده. كنت لما تشوفه في العصابة في أي فيلم تعرف إنك هتشوف مشهد أكشن كوميدي، مع شكل وشه والصلعة اللي المفروض تدل على القوة والغضب. هتشوف رياكشنات تضحكك والله. دول مش كل الممثلين، استنى الجزء اللي جاي عشان تعرف بقى الممثلين. بس كده، السلام عليكم.